الثالث. الجزء الثاني كنت اتكلمت عن جون انتس، اللي الجاسوس الانجليزي اللي دخل مصر قعد 10 12 سنه فيها، خرج منها 1782 وجه مصر 1770، وكان مصاحب او معاه فرقه استخباراتيه بقياده واحد اسمه جيمس بروس، اللي عملوا كتاب مهم جدا عن منابع النيل، وبداوا الرحله من اسكتلندا للجزائر، من الجزائر لاسطنبول، اسطنبول دمشق، من دمشق اسكندريه، اسكندريه القاهره، السويس، الدمام، وبعدين رجع عبر البحر الابيض الاحمر تاني، وصل لمنطقه الحبشه، وابتدى الرحله بتاعته من تحت، يعني من منابع النيل، وقدم تقرير ضخم جدا عن بلاد مجرى النيل، القرى، البلاد، القبائل، العادات، التقاليد، الخ الخ الخ. كلمت عن كل ده. الحملة دي نتج عنها ان سنة 1775 تأثرت تجارة الفرنسيين في الهند. الهند كان ليها شركة، فيها شركتين او 3 شركات. الشركة الهندية او شركة الهند الشرقية الانجليزية المحترمة، ودي طبعا مش محترمة ولا حاجة. شركة الهند الفرنسية الشرقية الفرنسية، شركة الهند الشرقية الهولندية. دول أهم يعتبر شركات، في شركات تانية المستعمرين جدد، لكن الشركات الكبيرة كانت الهند. في الهند قصدي كانت فرنسا، انجلترا، وهولندا الثالث بتاعها. طيب بعد كده ايه المرحلة اللي حصلت؟ ان تم الاتفاق ما بين المماليك في مصر وما بين الهند، وكذا العلاقات ديت اثرت على فرنسا لدرجه ان الاقتصاد بتاعها اتضرب. في سنه 1775 في نفس التوقيت ده كان في حرب التحرير الولايات المتحده، يعني بيطردوا المستعمر الفرنسي اللي بيسموها حرب ال7 سنوات في الولايات المتحده وكندا. فرنسا خرجت من الحرب دي 1800 1773 83 1783. خرجت من الحرب دي شبه مفلسه. مع الضغط بتاع الهند حصل ايه؟ افلاس، او شو يعني، خلاص فرنسا خلاص. لويس السادس عشر لجأ للضرائب عليه. سنة 1789 قامت الثورة في فرنسا، العرش الفرنسي وقع. لكن ما بين 1783 نهاية حرب الولايات المتحدة و